هنا طلعتها من الفرن كده معاكم كده. انا ما شغلتش عليها الشوايه، انا حطيتها في الفرن من تحت، الفرن اللي كان شغال، وبعدين لما الحته اللي تحت هي اللي استوت، الاسفل بتاع الصينيه، طلعتها وقلبتها ودخلتها تاني بالشكل ده. جبت هنا كوبايه لبن كبيره وحطيت عليها معلقه سكر، وهحط على الرقاق بالشكل ده. تسيبيها طبعا كده شويه عشان تطرى معاكي وتبقى عامله زي البغاشه اللي انت بتجيبيها من عند الراجل بالشكل ده. لازم دي وهي خارجه من الفرن تبقى سخنه، ولازم اللبن اللي انت هتحطيه عليها لازم كمان هو يبقى سخن، لو انت حابه ان ده يبقى طري بالشكل ده. هتسيبيها طبعا، هتغطي عليها شويه بصينيه او بحاجه لمده 5 دقايق بالظبط بالشكل ده. طبعا قلبتها حطيتها في قلب طبق التقديم بالشكل ده، وهقطع معاكم حته تشوفوها من جوه عامله ازاي. بصوا من جوه عامله ازاي، وطعمها كمان هيعجبكم جدا في جو الشتاء اللي احنا فيه ده. جربيها هتعجبك قوي. عايزه تعمليها بالقشطه اعمليها، مش عايزه تعمليها بالقشطه ممكن تعمليها بجوز الهند او بالزبيب، بس مفيش اي مشكله خالص بالشكل ده. بدوق ابني بس منها عشان يقول لي طعمها ايه الاخبار. وبألف هنا وشفا. تعالوا نشوف الطريقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده حاجه حلوه بالجلاش، ورقه جلاش عادي جدا اهي. طبعا انا حطاها في قلب الفوطه عشان ما تنشفش بالشكل ده. طبعا الحشوات ديت حسب ذوقك انت. عندي هنا جبت معلقتين زبده علشان ابطن بيهم الصينيه واعمل بيهم الرقايق بتاعه الجلاش بالشكل ده. هنمسك رقراق كده، نحاول نطلع بس بره شويه اول رصه عشان ما تبقاش من على الحروف اي مكسرات او اي حشو جوه يطلع بالشكل ده. اول طبقه بس، بعد كده اللي جوه مفيش اي مشاكل خالص ان انت تعمليها على قد الصينيه كده. طبعا انا هحشيها النهارده معاكم بالكريمه او القشطه الكدابه، وعندي طبعا زبيب اسود هوريكم دلوقتي هعملها ازاي. ممكن تعمليها على النار وممكن تعمليها في الفرن، مفيش اي مشاكل خالص. الاول انا كنت بعملها في التيفال، بس لما بيبقى عندي المجموعه كبيره شويه او اللي انا عايزه اكلهم كتير شويه بعملها في قلب الصينيه الكبيره بالشكل ده. تخلصي نص المقدار معاكي كله بتاع الجلاش كده. انا معاكي واحده واحده بحيث ان انت تعمليها وتبقى سهله عليكي جدا وانت بتعمليها بالشكل ده. كأنك بتعملي صينيه جلاش بالظبط، حادقه اللي هي باللحمه المفرومه اللي هي الناس كلها عارفاها. عندي هنا طبعا مهلبيه عملتها، الناس كلها طبعا بتعرف تعمل مهلبيه. كوبايتين لبن، 3 معالق نشا، والسكر حسب الرغبه، وبتحطي معلقتين قرفه او معلقتين او نقطتين فانيليا بالشكل ده. طبعا عايزه تحشيها اي حاجه حسب ذوقك انت، في ناس بتحشيها جوز هند،
ناس بتحشيها زبيب، ناس بتحشيها اي حاجه هي عايزاها. تعمليها كده في الصينيه معاكي. بالشكل ده. عندي هنا جبت زبيب وهحطه برضه في النص. اللي مش حابب الزبيب مفيش مشاكل خالص، ممكن يحط جوز هند، ولو مفيش جوز هند تمشي عادي بقلب القشطه الكدابه او المهلبيه. وفي ناس ما بتحشيهاش خالص باي حاجه وبتعتمد على حبه اللبن اللي بتتحط في الاخر. هنا هبتدي ان انا اقفل الطروف دي كلها عليها بالشكل ده علشان الحشوه بتاعتي ما تطلعش بره. بالشكل ده كده. وهحط ما بين كل راق وراق الزبده او الزيت او السمنه حسب ما انتي متاح ليكي بالشكل ده. بتقفلي بقى كل الحاجات اللي انتي عاوزاها كده عشان الحشوه ما تخرجش منك بره الصينيه. تحطي طبعا الزبده بتاعتك بطريقه حلوه عشان خاطر تلاقي حاجه حلوه انتي تاكليها، ما تستخسريش في البواشه او في الرواق بتاعك. بتحطي كده، تحاولي ان انتي تقفلي بالشكل ده كده. حط ورقه تاني عشان خلاص كده احنا مش هنعملها اتخن من كده، هي كده تمام قوي. وهنولع الفرن او نعملها على النار من فوق على نار البوتاجاز كأنك بتعملي صينية كنافة، بتعملي صينية جلاش عادية. بس انا هعملها في الفرن عندي، هولع الفرن واحطها فيه.